مباراة الافتتاح بين الترجي الرياضي التونسي صاحب المرتبة الأولى واللي يلعب على يسار متفرج، والكرة اللي فاتته نويرة يوزع كرة والحمروني فوق مرمى الشيخ ساك. الشيخ ساك هو حارس الملعب التونسي اللي نجدوه في المركز الثالث، صاحب المركز الأول ضد صاحب المركز الثالث. هو كرة في اتجاه المساكني، ما يتحكمش في المحافظة على الكرة نتاعو، ما عملش كنترول اللازم، هاي الإعادة يضيع الكنترول نتاعو والوعر يكون بالمرصاد. مباراة الأول ضد الثالث ينتظر منها الكثير، خصوصا أنه اللعب الجميل ممكن، لكن المحاولات ولو أنها عديدة مثل اللي كنتوا تشاهدوا فيها لصالح الملعب التونسي عن طريق المساكني أو عن طريق بواب، او ايضا الكره هذه اللي ياخذها ماليتولي فوق العارضه، لكن تغلط. لقطات مثل هذه ربما تقولوا مباراه سخنت ياسر، في الواقع ما سخنتش، كان ما كانتش مباراه تاع اول ضد ثالث، بكل امانه نقول هذا. وفرصه اخرى للترجي وعلي بن ناجي، لكن يلقى الشيخ ساك وينتهي الشوط الاول بنتيجه التعادل بدون اهداف في الشوط الأول. في الشوط الثاني الترجي ومن جديد ساك عن طريق أمام الحمروني، ثم التوزيع من الشيحي وطارق ثابت بالراس ما يتحكمش في الكرة هذه. فرصة أخرى تمريرة من نويرة والحمروني وساك على مناسبتين وثلاثة، ارجع الكرة مخطئ من الحارس الواعر وفرصة التهديف تضيع. هاي الإعادة متاعها للرحموني. الفرص السانحة التسجيل كانت موجودة، لكن مستوى اللعب لم يرتفع. محاصرة فردية كبيرة لصيقة قام بها الملعب التونسي على كل لاعبي الترجي، حتى على المدافعين. مثلا دهليز وقت اللي كان موجود كان عامل ماركاج مباشر للبناجي، ثم هنا تسلل واضح حسب الإعادة، ثم فرصة الترجي التونسي في الدقيقة 90 ماليتولي وضربة الجزاء يرمى عليها الحكم الدولي سيد شيد بن خديجة. شوف ماليتولي ايش عمل، رفع الكرة وخرج كرة امام زميله، هو الرجل المدافع تاع الملعب التونسي في وجه مهاجم الترجي التونسي، ولا تحتاج الى اضافة. ضربة جزاء يرمى عليها بدون تردد الحكم الدولي رشيد بن خديجة في الدقيقة 90. المباراة اللي ما كانتش كبيرة نظرا لحجم الفريقين. علي بن ناجي يسجل ضربة الجزاء، وفي الدقيقة 92 و 93 زوج فرص للملعب التونسي. هل سيتمكن من النجاح في التعديل؟ عدم تمكن مهاجم الملعب التونسي من استغلال الفرصة هذه، ثم الفرصة المواتية اثر مخالفة، وينتهي اللقاء بنتيجة هدف مقابل 0. تعادل بدون اهداف بين النجم الساحلي ومستقبل المرسى، هدف ل0 مستقبل قصرين امام الاتحاد الرياضي المنستيري، هدفين لهدف للشبيبه امام المحيط، ونفس النتيجه اللي فاتت سكك حديث الصفاقسي امام النادي الافريقي، ثم تعادل هدف لهدف بين النادي الصفاقسي والنادي البنزرتي. الشيء اللي يعطينا في الترتيب العام الترجي الرياضي التونسي في الطليعه برصيد 34 من النقاط، دائما بفارق 9 نقاط الشبيبه في المركز الثاني، ثم الملعب التونسي صاحب المركز الثالث برصيد 21 نقطه. 20